السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير. لو ما تعرفنيش، معاكم مصطفى محمد، ثانوية عامة في 23 وحاليا طب بشري. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ. فيديو النهارده مهم جدا، الطلب كتير قوي وفي ناس كتير سألتني عليه. وهنبدأ امتى المواد الغير مضافة للمجموع؟ عايزين نبدأ حل، نبدأ من بدري ولا نبدأ دلوقتي ولا نستنى قبل الامتحان؟ كل ده هجاوبك عليه في الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ. ايه المواد الغير مضافة للمجموع؟ هم 4 مواد: الإحصاء والدين والمواطنة والاقتصاد. والاحصاء والاقتصاد بيتضافوا على بعض في النتيجه، يعني انت لو في ماده وقعت فيها التانيه بترفعها، ودولت مواد مش بيخشوا في المجموع بس فيهم نجاح وسقوط. يعني ممكن لو انت وقعت في ماده فيهم لا قدر الله تعيد السنه كلها عشان المواد الغير مضافه. فلازم تركز في الفيديو ده وتعرف تعمل ايه فيهم بالظبط. اول حاجه الاحصاء، هي 3 وحدات ممكن تخلصهم في حصتين. والاحصاء اصلا تراكمي من تانية ثانوي واولى ثانوي، حاجات بسيطه جدا. واحسن حاجه فيها ان القوانين بتاعتها كلها بتبقى موجوده في ورقه المفاهيم. انا برضه هنزل لكم على التليجرام المذكره اللي انا حليت منها في ثانويه عامه بتاعت الاحصاء اللي بتاعت المدرسه اللي اديتها لي. هنزلها لكم مذكره اسئله وفيها برضه الشرح، وهنزل لكم طريقه تحلوا بيها بالاله برضه على جروب التليجرام. وممكن برضه انزل لكم فيديو على اليوتيوب لو انتوا عايزينه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. فما تخافوش من الاحصاء نهائي. تاني حاجه المواطنه انا ما رحتلهاش درس، ولا الدين برضه رحت درس، ولا الاقتصاد رحت درس. هو الدرس الوحيد اللي روحته كان الاحصاء. كان المدرسه بتاعتي رحنا في نفس الاسبوع بتاع الامتحان، رحنا حصتين. كانت سهله جدا وممكن تلمها برضو يوتيوب لو انت مش عايز تنزل، لان هي سهله يعتبر. في مدرسين كتير جدا شارحينها يوتيوب، لان هي مناهج سهله والقوانين انت يا دوب بتطبق، ما فيهاش لف كتير. المواطنه سمعت لها فيديو على اليوتيوب، هحط لكم اللينك تحت في الديسكربشن برضو. هحط لكم كل اللينكات اللي هقول عليها في الفيديو ده تحت في الديسكربشن. وهحط لكم برضو في الجروب التليجرام المذكره اللي انا حليت منها في المواطنه، كانت ورقتين او 3. وكانت سهله جدا وكل المواد الغير مضافه. وانا رايح اللجنه الصبح كنت بحل الجورنال، لقيت الامتحان كله جاي من الجورنال، فهنزل لكم برضو الاسئله اللي بتيجي في الجورنال. تالت حاجه الدين سهل جدا، عليكم حفظ سوره لقمان. ممكن تذاكروا برضو من على اليوتيوب في اي فيديو، هنزل لكم برضو اللينك تحت في الديسكربشن. وفي السوره يفضل ان انت تحفظ السوره كلها، طبعا يفضل ان انت تحفظ زي من القران. بس لو انت قصدك على الحاجات اللي هتيجي في الامتحان، هو غالبا بيجيب لك اول كام ايه في السوره، فممكن مثلا تحفظ اول 15 ايه، هو غالبا هيجيب منهم، بس يفضل ان انت تحفظ السوره كلها. رابع حاجه الاقتصاد في فيديو انا سمعته كان على اليوتيوب برضه، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الديسكربشن. هو كان ساعه وربع تقريبا شرح المنهج بتاع الاقتصاد كله، مش هتحتاج حاجه تانية غيره، فدوت هيبقى كويس جدا بالنسبه لك. ما تقلقش خالص من المواد الغير مضافه. المواد الغير مضافه بتيجي امتحاناتها سهله، والاسئله انت بتكون حليتها اصلا اللي هي اليوم اللي قبليها. وتبدا امتى؟ انت تبدا قبلها بيوم، يعني مثلا الاحصاء ممكن تبدا قبلها بيومين عشان تسمع الحصتين وتحلها لها حبه. الاقتصاد ممكن قبلها بكام ساعه تسمع الفيديو، والدين برضه، بس الدين يفضل تبدا قبلها بيوم. والمواطنه تبدا قبلها برضه بحاجات بسيطه. كل دوت انت هتحل عليه كام سؤال بس، ودولت اللي ان شاء الله هيجوا في الامتحان. فانت يفضل ان انت تركز على الاهم دلوقتي، زي ما قلنا في المعسكر، ركز على المواد الاساسيه. لو عندك تراكمات فيزياء، تراكمات كيمياء، وعادي يكون عندك تراكمات دلوقتي، تبدا تحل لو انت خلصت مراجعه، لان دي المواد الاهم دلوقتي. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. حبيت اعمل لكم فيديو سريع كده عشان اعرفكم التفاصيل بتاعه المواد الغير مضافه. ما تقلقوش، هي سهله جدا. انا كنت مقفل ال4 مواد بجد، كانوا سهلين جدا وما كنتش بادئ منهم غير قبلها بيومين 3. فما تقلقوش بسببهم، وركزوا على المواد التقيله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتابعنا على جروب التليجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، بنزل عليه كل التفاصيل وهنزل لكم عليه المذكرات اللي انا قلت عليها في الفيديو. وبرده ما تنساش تتابعنا على الانستجرام، هتلاقي برده اللينك تحت في الديسكربشن، تبعت لي عليه المشاكل بتاعتك، وبنزل عليها ستوريهات واسقاط ممكن تفيدك كتير.